قبل ما نبدأ أي كلام صلي على خير الأنام. الصعيدي جاي لك بأحلى الأفلام من كوكب الأكشن والدراما الهندية، تحدي إثارة خيال إنما حاجة في منتهى الجمال. كل عليك تركز في البداية وتستمتع بالنهاية وشد فرامل هنا عشان هيبتدي فيلمنا. بيبدأ الفيلم بالعربيات دي وهي نالة أخطر جهاز آلي اخترعوه الهند ونالة في مكان تاني، لكن بتهجم عليهم ناس وموتوسيكلات من كل مكان، وفي دبابة بتظهر في المكان وبتضرب عليهم، وبتظهر طيارة وبتخلص عليهم بالكامل. ومن الناحية التانية بتظهر البت دي ميشا من ضباط الهند ورايحة تقابل العميل بتاعهم في الصين، وبقول لها ان في راجل مقنع دلوقتي بيسرق اخطر سلاح اخترعته الهند، والراجل ده جاي وجايب الدمار معاه عشان هيعلن الحرب على الهند. وبتقول له هو مين؟ بقول لها صديق قديم للهند، لكن بيقتلوه، وهي بتجري ورا اللي قتله وبترمي عليه سكينة وبتقدر ترميه على الحديد وبتخش في رقبته، لكن ما بيموتش وجرحه بيلم في الحال، وبيضربها وبيوريها في التليفون ان الحرب ابتدت. وبنروح جهاز المخابرات الهندية وبيظهر القائد آزاد، والراجل المقنع بيكون بيكلمهم فيديو وبيقول لهم ان هو قتل كل الجنود بتاعتهم. لا ومش كده وبس، كمان سرقت الجهاز الآلي بتاعكم وقدامكم 3 ايام عشان تلحقوا تتصرفوا عشان انا الدمار اللي هيمحي الهند. وبيفجر العربيات بتاعتهم، وميشا بتقول لهم العميل بتاعنا في الصين قال قبل ما يموت ان هو صديق قديم للهند، والرئيس بتاعهم بيقول انا عايز الراجل ده خلال 72 ساعة من دلوقتي. وميشا بتقول القائد آزاد ان الصندوق اللي فيه الجهاز الآلي بتاع الهند هو حاليا في المملكة المتحدة في محطة مترو تحت الأرض، وبقول لها ان الجهاز ده اخطر سلاح صنعته الهند. بتقول له طب هنعمل ايه يا فندم؟ بقول لها ما فيش غيرهم بينفذوا اي مهمة مستحيلة مهما كانت، الضابط روكي والضابط فريدي. وبقول لها اسمعي اخر مهمة قاموا بيها، كلفتهم بمهمة خطيرة، سفير هندي خطفوه هو واسرته، واللي خطفوهم اكبر مجموعة من الارهاب، وقرروا انهم يسيبوا السفير واسرته مقابل ان احنا نفرق عن واحد اسمه مؤيد الدين، واحنا ما بنتفاوضش مع ارهاب. مهمتكم ان انتوا تجيبوا السفير ده هو واسرته حي وهو مخطوف في مكان في وسط الصحراء، وها هما البطلين الخارقان اللي بيقدروا ينفذوا اي مهمة مستحيلة ايا كانت، فريدي وروكوي. بياخدوا الحصانين دول وبيطيروا في الصحراء وبيوصلوا المكان ده وبيبصوا على الرجالة، وروكي بيقدر يخش عندهم، وفريدي بيزرع قنابل في كل مكان، وروكي بينزل الضرب في الرجالة دي، وكمان فريدي بيخش على دول وبينزل فيهم تخبيط، وروكي بيضرب وبنط نطة فوق وبخلص عليهم بالكامل، وبيقدروا يوصلوا للسفير واسرته. لكن في رجالة بتظهر بتضرب فيهم، لكن فريدي بيضرب واحد وبيزعه من الشباك، وبقى الرجالة بتعرف وبكونوا واقفين برا، وبعدين هوب بيضربوا في كل الرجالة هم الاثنين لوحديهم. يا سلام على الاوفر الكتير والكذب الهندي الجميل، محدش بيقدر عليهم، وبيدمروا البرج ده وبياخدوا بعضهم وبيجروا، لكن العربيات بتكون وراهم، وفريدي بيضرب طلقة في قنبلة بتفجر أول عربية وبيحاولوا يهربوا منهم، وبينزلوا السفير وعيلته وبيهربوا في الطيارة دي. والقائد آزاد بيقول ما فيش غيرهم هم الاثنين اللي هيقدروا يجيبوا الراجل المقنع ده. لكن ميشا بتقول له يا فندم طب هم مادام بالكفاءة دي عملوا لهم محاكمة عسكرية ليه وفصلوهم من الخدمة؟ بقول لها بعدين هتعرفي كل حاجة، أهم حاجة دلوقتي لازم تروحي وتجيبيهم. وها هو روكي بيكون عامل مطافي وبينقذ القطة دي من النار، وميشا بتوصل له وبتوريه الفيديو، وركب بقول لها طب فين كرامتي لما ارجع للخدمة تاني؟ دول رموني زي الكلب ودلوقتي عايزان ارجع تاني، لكن بتمشي بقول لها خلاص انا بهزر معاكي، وبروح معاها وبتنزل ميشا وروكي من الطيارة عشان يقابلوا فريدي. وبيكلم روكي بقول له انت ما عندكش اي احترام لنفسك، ازاي بعد الجيش الهندي ما استبعدنا من الخدمة نرجع تاني؟ امال فين كرامتنا؟ لكن ميشا بتقول له الهند كلها في خطر وفي حالة حرب دلوقتي، وركب بيقول له انا رايح لوحدي. وبيمشوا والقائد آزاد بيروح البيت بيلاقي الراجل المقنع في بيته وبيديله طلقة في دراعه. وميشا بتقول له روكي الجهاز اللي اتسرق في محطة تحت الأرض ولازم حد يساعدنا يكون عارف البلد كويس، واللي هتساعدنا بام هي دي يا روكي. وبيوصلوا للمكان السري بتاعهم، وركب بيقول لهم ايه الخطة بقى؟ بام بتقول له انت عليك تشتت الجنود وتضربهم وانا افتح الخزنة اللي جواها الجهاز، وميشا هيكون مع العربية اللي نحط الجهاز جواها. وفعلا بيخشوا المحطة وميشا بتجهز العربية بتاعتها، وبعدين بتركب فيها وبتنزل في النفق بتاع المحطة، وروكي بيستعد وبيداري بام من الجنود دول اللي بيدوروا عليهم، وبيرمي عليهم قنبلة
لكن الراجل المقنع بيظهر له بحاول يضرب روكي وبيضربه فعلا في الاول وروكي بيقدر يقتله، لكن بيقوم من تاني وبيرميه على الحيطه بيكسر له عظامه والجنود بتتلم عليه في كل مكان وبيستسلم روكي. لكن ها هو الولد الخطير البطل العنيد فريدي بيحضر في المكان وميشا وبام ما بيكونش مصدقين نفسهم وبينزل ضرب في الرجاله دي بخلص عليهم. وروكي بيقول له تاخرت ليه؟ فريدي بيقول انا جيت في الوقت المناسب وبيضربوا الراجل ده وبيظهر لهم الراجل المقنع وهم الاتنين بيستعدوا عشان يخلصوا عليه، لكن ميشا بتضربه بالعربيه وبام بتقدر تفتح الخزنه، لكن بيلاقوا حاجه غريبه، بيلاقوا مرة اسمها رام وبتقول لهم عشان السلاح يبقى اكتر امان الجيش الهندي قرر انه يحطوا الجهاز ذاتي في دماغي، والراجل المقنع بيكون شايفهم وبيرمي قنبله عليهم وفريدي بيوقع على الارض وبينزلوا عشان يخطفوا رام، لكن فريدي بيضرب كام واحد منهم وروكي وفريدي بيركبوا موتوسيكلات وبيجروا وراهم عشان بيكونوا خطفوا رام واللي الجهاز في دماغها، وروكي بيقدر يركب العربيه اللي فيها رام وبيضرب في الراجل المقنع ده بالرصاص لكن ما بيموتش، بيكون عايز يوقعه وبينزل ضربه في روكي وفريدي بينط بالموتوسيكل بتاعه وبيركب فوق العربيه، لكن في واحد مقنع تاني بينزل له من الطياره وفريدي بيحاول يضرب فيه لكن بيشيلوا ويرميه على العربيه، وفي عربيه تانية بتخش فيهم وبيمسكوا فريدي وروكي وبيكتفوهم، وفريدي بيقول له انت مين؟ فبيشيل قناعه وفريدي هو وروكي بيبصوا على بعض وفريدي بيقول له كبير؟ بيقول له ايوه، وبعدين بياخدهم ويربطهم بالجنازير في المكان ده وبيقول لهم فاكرين لما كنا اصحاب؟ وبترجع بينا الاحداث قبل 7 سنين يا صديقي، كان فريدي وروكي في حفله وكان معاهم كبير وقال لهم النهارده اوريكم حاجه انا اخترعتها مشروع عمري، وبكون معاهم القائد ازاد وبوديهم المعمل بتاعه، وروكي بيقول له ايه بقى هو المشروع بتاعك؟ بيقول له بكره هعرضه قدامكم وقدام قادة الجيش الهندي، وكبير بيقول لهم ان مشروعي هيقدر يغير مستقبل الجيش الهندي وهو المقاتل اكس من غير ما تخسر الهند جندي واحد وهو قوة الاستنساخ، انا قدرت اوصل ان اعمل مقاتل متكامل، يعني بعد اذن القادة لو 2 زي فريد وروكي اقدر اعمل منهم مئات والوف زي كده، وغير كده ممكن فريد وروكي يعصوا الاوامر، لكن المقاتل اكس واحد بس يقدر يتحكم فيه هو انتم، لكن القائد بيقول له لازم توقف المشروع بتاعك، والقائد ازاد بيحاول يفهمه مدى خطورة ان واحد بس يقدر يتحكم في حياة الشعب، فلو فرضنا ان واحد خاين قدر يتحكم في المقاتل اكس يعني الشعب هتعم فوضى كتير وحروب، لكن كبير بيقول لهم 15 سنة وانا بدرس وبتعب انا لازم انفذ المشروع، لكن فريدي وروكي بيمسكوه وبروح المعمل بتاعه وبقول له رام انا هنفذ المشروع بتاعي، وبيشرح للفريق بتاعه من الدكاترة ان هم يكملوا المشروع وما فيش قدامهم وقت عشان الجيش الهندي رفض المشروع، وان هو لما يخلص المشروع هيبيعوا لاي بلد تاني غير الهند، لكن رام بتكون بتسجل له وبتعرف القادة، والقائد ازاد بيأمر فريدي وروكي انهم يوقفوا المشروع ويقبضوا على كبير ويمسكوه بس حي، وبيخش روكي وفريدي المعمل ده وبيضربوا في كل الجنود وبيخلصوا على كل اللي بيقابلهم في طريقهم وبيوصلوا الكبير، وكبير بيقول لهم احنا اصحاب ما ينفعش نقتل بعض، لكن فريدي بيقول له سلم نفسك يا كبير احنا مش عايزين نقتلك، لكن كبير بيقول له احنا ممكن يكون معانا فلوس كتير لو ساعدتوني، لكن فريدي بيقول له احنا مش للبيع وبيرفع عليهم السلاح لكن بيخلصوا عليه وبيعملوا لهم محاكمة عسكرية عشان الأوامر إن هم يجيبوا كبير حي، لكن قتلوه وبيفصلوه من الخدمة، وفريدي بيسيب رام بعد ما كان خطيبها، وأكيد عايزين تعرفوا إن إزاي عايش، وقت ما ضربتوا علي نار وشي اتحرق لكن كنت قدرت أصنع أول مستنسخ اللي انتوا قتلتوه كان بمثابة ابني، وقدرت آخد حمضكم النووي وعملت مستنسخ لكل واحد منكم، وقلت ألم الشمل بتاعنا وجبت لكم الكلب ده القائد بتاعكم اهو مكتف وهو مش قادر يعمل حاجة، والقائد ازاد بقول تبقى تشوف اللي هيعملوه فيك الاتنين دول، وبعدين بيقتلوا وبقول لهم انا عملت نسخة برضو من القائد ودلوقتي انا هولع فيكم، لكن روكي بيقول له لسه النهاية ما خلصتش، وبياخد رام عشان الجهاز اللي في دماغها وبيمشي، وبيحاولوا كلهم يفكوا نفسهم من الجنازير وبيقدروا يفكوا نفسهم، وبتظهر بام صاحبتهم وبياخدوا جثة القائد معاهم، وروكي بيشرح للقادة ان كبير عايز يضرب الصين وباكستان عشان كل البلاد تتعاطف معاهم وبعدين يشنوا حرب على الهند قدام العالم كله. في الوقت ده كبير بيقدر هو ورجالته يرجع للمعمل بتاعه اللي اخدوا الجيش الهندي منه، وبيحاول فريدي وروكي يروحوا لمكان كبير ويتفقوا مع بعض،
وبيركبوا الطيارة دي لكن بيفجروها، وبيقدروا ينزل روكي وفريدي من غير ما يموتوا، ويضربوا نار على كل الرجالة. في الوقت ده كبير بيستعد عشان يضرب الصواريخ، وروكي وفريدي بيفجروا العربية دي، لكن بتظهر لهم النسختين اللي شبههم، فبيجروا منهم وبيحاولوا يضربوهم ويقتلوهم لكن ما بيموتوش، وبيرموهم على الارض. وبتجيهم فكرة انهم يبدلوا مع بعض، يعني كل واحد يقاتل النسخة بتاعت التاني، وبيقدروا فعلا يضربوهم. لكن بام صاحبتهم بتقول لهم ما فيش غير حل واحد عشان يموتوا، يكهربوهم كهرباء جامدة عشان الخلايا اللي في جسمهم تموت. وبيجروا على محطة الكهرباء اللي جنبهم وبيدخلوهم فيها، وبينجحوا انهم يخلصوا عليهم، وبيروحوا لكبير لكن بيضربهم ويسدوا حركاتهم، والصواريخ بتكون اتضربت والقادة مش مصدقين، وبيقدروا يكهربوه هو كمان ويخلصوا عليه، وبيحاولوا يتحكموا في النظام وفي الصواريخ، وبيقدروا يوقفوا النظام وبيوقفوا الصواريخ، وبيولعوا في المعمل وبيجروا برا، وبيخلص فيلمنا. يا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتعليقك الجميل في قناة الصعيدي. معلش وجعنا راسكم يا ابوي، انتظرونا في اللي جاي، ومع السلامة يا رجالة.